كمواطن مغربي وفي نفس الوقت كمهني تنشوف بانه خصنا نعطيو فرصه اكبر للمواطن المغربي باش يتمتع بالجماليه ديال بلادو ويتمتع بالمنتوج اللي هو عباره عن فنادق ومطاعم. وهذا في الحقيقه مساله شويه متعلقه بالاثمنه. خصنا نعالجوا الاثمنه وتكون في المستطاع ومتناول الجميع. باش نطوروا السياحه ديالنا في المغرب خص وزاره السياحه دير واحد استراتيجيه على المدى الطويل وتخصص لها يعني اعتمادات هي الدعايه في المغرب او الاشهار او التعريف بالمغرب في المناطق اللي كتعطي اللي كترسل السواح للدول من اوروبا وفي امريكا وكذلك في الشرق الاوسط وكذلك في اليابان. ما زلنا بعيدين كل البعد على هذا الهدف مقارنة مع الدول الأوروبية التي تستقطب عددا هائلا من السياح. اليوم بهذا نعتقد أنه الحكومة لا بد من أن تضع خارطة طريق وأن تستثمر الكثير في هذا المجال، وخاصة السياحة الداخلية التي تفتقد إلى الشروط الملائمة للسياح المغاربة، وأن ترفع السقف يعني تخطي التحديات والإكراهات. السياحة المغربية منذ سنوات تقدمت وتطورت بزاف، خصوصا في بعض المدن بحال مراكش وأكادير، ولكن السياحة ما يمكنش تبقى كدير غير لا استراتيجي في الرباط. خاص يكون واحد ديفلوبمون ريجيونال ويكون واحد الدور كبير لي ريجيون والناس لي بروفيسيونيل باش يكون واحد التواصل ما بين لي زوتوريتي اللي كيدعموا هذه السياحة والناس لي بروفيسيون اللي فينالمون هما اللي يلابليك. دونك واحد التقارب ما بين لي بروفيسيونيل ولي زوتوريتي. هي كاين جوج انواع ديال السياحات، هي كاينه السياحه الجبليه وكاين السياحه الشاطئيه. ومن ضمن انا من نواحي الجنوب يعني كنشوف السياحه الجبليه شويه مهموله، يعني خصها واحد التطوير، خصها واحد النظره فعاله من جانب الحكومه باش يشوف السائح. احنا كنشوفوا السائح الاجنبي هو اللي كيمشي السياحه الجبليه. علاش السائح الاجنبي تيجي تيخلص واحد الثمن كل شيء داخل فيه كل شيء، والسائح المغربي ما تيبغيش يسافر نفس المحلات ونفس الفنادق وياخذ نفس السيرفيس، تيطلبوا ليه 3 4 المرات اكثر. هذه ما فهمناهاش. يمكن كاين واحد الباكاجينغ اللي تتباع من لي زاجونس في اوروبا تيبيعوا المغرب، وين اذا كان المغرب تيبيع بواحد الثمن لاوروبا ورابح فيه واحد شويه وتيعول يمكن على ذاك الاجنبي يمكن غادي ياكل واحد شويه وغادي يشرب واحد شويه وغادي يدير هذه دونك غادي يمكن غادي يربح معاه. المغربي راه تيخسر 100 مرة أكثر من الأجنبي. أعتقد أنه بلادنا تزخر بالعديد من نقاط القوة في المجال السياحي ولها جاذبية في جعل بلدنا قبلة لكافة السياح، ولكن من أجل مواكبة الرهانات في هذا المجال، من أجل استقطاب عدد أكبر من السياح وتعزيز تنافسية المغرب، لابد من اهتمام بالموارد البشرية لهذا القطاع من أجل تحفيزها والاهتمام بأوضاعها المادية والمعنوية، بدءا يعني التكوين المستمر، ثم يعني وضع مقاربة اجتماعية تروم لتحسين دخل العاملين بهذا القطاع. هناك مجموعة من المشاكل التي يتخبط في هذا القطاع، ومن بينها عدم الاهتمام بالسياحة الجبلية وعدم إشراك بعض الفاعلين في الاستراتيجيه الوطنيه لتطوير السياحه. خصنا يكون توعيه، برامج يعني توعيه المغاربه على ان السائح اللي كيجي خصنا نحافظوا عليه.